أن المعنى على ظاهر معناه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون. كيف نقول بأن هناك معارف قبلية ونحن لا نعقلها ولا نعلمها؟ طيب أستاذ، بس لو تكرمت اقرأ نهاية التفسير حينما قال كلام منتهى ثم ابتدأ الخبر وقيل فقيل وجعل الله لكم، طبعا أقرأ من ذاكرتي، لكم السمع والأبصار والأفئدة، وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره جعل العبادة والسمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم، يعني أن هذه المسائل موجودة عندهم قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم والعقل بعد إخراجهم من بطون أمهاتهم. مسألة وجود هذه الأشياء متحققة قبل الإخراج، لكن إعمالها بعد الإخراج. هذا لا ينفي أبدا المعرفة القبلية يا أستاذ. هنا ده إن هو عنده إن هما أوكي، هو هنا المعرفة بالقوة وليس بالفعل يا أستاذ علي. يعني هما أعطاهم الآلات التي سيعرفون بها بعد أن يخرجون من بطون أمهاتهم، فهو أعطاهم الآلة، فهي موجودة عندهم بالقوة وليس بالفعل. هم لا يعرفون ولكن عندهم القابلية للمعرفة عن طريق أن قبل ما يولدوا أعطاهم السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجوا من بطون أمهاتهم. فهذه هي آلات القوة التي سيعرفون بها، ولكن المعرفة نفسها غير موجودة. أنا معك في هذا. سؤال أستاذ، المنطق علم آلة أم علم تحصيلي؟ المنطق يسمى بعلم الآلة لأنه يعصم العقل من الخطأ. هو رايح بيها بعد كده ما انت هتقول هو رايح بيها بعد كده، هو يرميها علشان بعد كده. أنت بين أمرين، إما أن تقول أنهم عالمين بهذه الآلات كما فسرتها أنت، أنها علم آلة وهو موجود عندهم، أو أن تقول لا، أنه ليس علم آلة فستناقض المنطق مع احترامي الشديد. كيف ستخرج منها؟ ممكن تفهمنا إياها يا مازن؟ كيف يعني؟ ممكن تفهمني ما فهمتش الإشكالية أنا هون. أنا ليه بكرهك؟ لأنه مواضيعكم تقيلة. خلونا يا جماعة أن المعنى على